أنا مستعد الآن أطلع وودوني لأقرب مكان إلى الخطر، ولبسوني اللباس العسكري إلى أن أموت. ولا أخاف من الموت، وأتمنى أن أموت في الشام، ولي الشرف. ولد رجال. يعني هناك كثيرون من الدول العربية عندنا تقدموا ناس، ترى بطلبات. عندنا ناس نفس العملية، لكن ضعفاء يشترون بالمال. انا ليش قلت افتن على الربع كله بس. أنا ما حد يشتريني بالمال، أنا اشتريني كرامتي، تحفظ لي كرامتي أحطك فوق راسي. أنا ممنوع من دخول السعودية مع إلقاء قبض، وأنا حاجز للحج السنة، خلي القبض علي. إذا فيهم محمد بن نايف وزير الداخلية أقول لك من خلال الإخبارية السورية أنا جايك بالحج، وإذاك أنت ولد نايف وجدك عبد العزيز مسكني وقطني بالسجن وأنا أوريك الكلام. والله لا اذبح يا اخوي، ما احنا بحق مسدسات. اقول لك طلعها بال60 في 70 والله لا اذبح. من يعادي سوريا اليوم هو عدوي، ومن يصطلح مع سوريا اليوم هو حبيبي. أنا مو شيعي، لكن أتشرف أن أكون شيعي، أتشرف أني أكون علوي. كفوك. السعودية الغاء قبض وأنا رايح له، يعني مو إذا قامت الحرب فالأولى أن أحارب مع سوريا عن الحج. إن لم تقم الحرب أبى أروح أحج وأتحداه. محمد بن نايف اسمعني، أنا أتكلم لك من أرض الكرامة والمعزة، من أرض سوريا. أنت وأبوك وجدك ما تقدر تمس شعره بالشعبي. انا اشوفك والله لا افرغ المشط في راسه، والله لا افرغ المشط في راسه طبعا. وأنا اليوم بسوريا، وبكرة مو بسوريا، بكرة على الحد، وبكرة عند سيد حسن نصر الله أبوس راسه وأبو سيدة، وبعدها أجي لأخوي وصديقي وأخوي الكبير والإنسان الخلوق اللي رغم ما سووه فيه من كلام وتكلموا عنه لم يتلفظ الرئيس الدكتور بشار الأسد كلمة واحدة على أي رئيس عربي. انت رجال، انت رجال تعرف سلوم العرب، انت تعرف المرجله انت.